الواقع، لانه الواقع تريز امبورطون. شوف الواقعيه تاع المنتخب المغربي. الان المنتخب المغربي لم يصبح مفاجاه. شوف المنظومه تاع المنتخب المغربي هو الثبات على نفس المستوى. الثبات على نفس المستوى لازم تكون القاعده تاعك مبنيه على اسس صحيحه، على مستوى، على منظومه متطوره ومنظومه ثابته. المغرب ما شاء الله كانوا يهاجموا، يعرف كيفاش يدافع ويعرف كيفاش يلعب لي كونت، وعندهم دي زاتاكون ماش داروا اون فيتاس سوبيريور، زادوا طلعوا في الريتم وشفنا لي مانيير دو جوي اونكور ميو. كان مازال يهاجم. ايزون كومبري بور ميو ديفوند سي داتاكي. ولو اليوم لعبوا مع فريق اللي يعرف يتروغروبا. شفت المنتخب المغربي العزيمه، الاراده، اللاعبين متعطشين لهذا فهمت الفوز لكل شيء. انا نظن باللي كانت هناك استراتيجيه من الفريق المغربي. اللاعبين كانوا يعني منضبطين تكتيكيا في المغرب، وكانت هناك يعني إرادة ورغبة. أسود الأطلس يلعبون للراية المغربية، وهذا الفرق لا يستطيع أن يحوصله. ترى أن الكونتينيتي نتاع المنتخبات الإفريقية كيفاه وصفتهم أنت، يتألقوا ومن بعد ما يتألقوش، يتألقوا ومن بعد يدير لك مردود كارثي. الفوتبول فريق ظهر بنسوج كما نقولوا رائعة. ربما اللقاء أنا اللي كان لي انا احسن من اللقاء الاول. ما راناش جاهزين. هذه واحده. منتخب المغرب فريق يلعب كره عرفت مزور. تشوف المنتخب كيفاش كان يلعب ضربه في البالون. حتى المنتخب المغربي امكانيات الانتوراج اللي راهو فيه، اللي كاين الانتوراج واللاعبين كيفاش عايشين، كيفاش يدربوا، كيفاش يروح للانصار، كيفاش الاستاد اللي يلعبوا فيه، تكون عنده الرغبه هذيك. احنا في الجزائر مالوريزمون هاد العفايات، هاد الحاجات هادو ناقصين. سي دوماج. المنتخب المغربي عندهم ثاني واحد يلعب في كانك في بلجيك، عندهم واحد 3 لاعبين ولا 4. علاش حنا اللاعبين تاعنا على ما يجوش يعاودوا؟ منتخب المغرب منتخب قوي ومنظم ومدرب محنك، يعرف كيف تربح المباريات، يعرف كيف تسير هذه الدورات المغلقة. ممكن جدا تفوز بكأس افريقيا في اي بلد. منتخب قوي، مدرب اللي يعرف اللاعبين اللي يجلبهم، مدرب اللي يعرف كيف يوظف اللاعبين في الخطه اللي هو راه حايبها محمد. احنا عندنا ازمه في المنتخب الوطني. اسمح لي محمد، راهو يقدم مباريات كبيره، وشفنا من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الاندفاع البدني، شفنا فريق منظم يغير طريقه اللعب. صافي ريان حاب نقول لك، انا حبيت نقول باللي اذا كان الهدف الاسمى تاعك هو كاس افريقيا، تشوف مدرب اللي عنده خبره افريقيه ولا عندنا لاعبين خلاص امكانيات بشريه يعرفوا افريقيا. بارك الله فيك. هادو يروحوا يطلعوا درجه بدرجه على كارت يعني بالعقل. هذه اللي نعرفها انايا. لو ريست ما حضرتش وما عندهمش نتكلم على هذا الشيء. ولي هذا انت ما تنجموا من القدام تجيبوا معلومات. الوسط هو اللي تريز امبورطون، سي الموتور، سي القلب. وقلت لك انايا lorsque tu vois les 3 milieux de terrain, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Impossible. Analia impossible. يلعبوا في 3 كيف. الفوتبول ما يشوفوش كي 3 كيف. وكاين لي ميليو تيرا ما يشوفوش الفوتبول كيف. ما كاش هذيك لا كونيكسيون بين. شوف كريم، لما تشوف المنتخب المغربي لكل الفئات، عمل تاعو على دائما على العام كله. يعني كاين منافسه ولا ما كاش، تاع 14 سنه موجود، تاع 18 سنه موجود، تاع 20 سنه، اي مناسبه قاريه تلقاهم هما مع الاوائل. هاي حسن العمل وحسن النيه، كلهم شبان. انا فرحان صح بهذا، وجيت سعيد بهذا الانجاز يعني في ظرف 20 يوم. هل ترى في نظرك انت كشاب ان المغاربه احسن منا من جانب الهيئات الرياضيه ومن جانب كما يقولوا الفلوس؟ يعني حتى احنا في الجزائر بلد غني بالمرافق او باللاعبين او بالمؤطرين، ولكن هما يخدموا خدمه فريق المدرب من عنده، ومن كان الفريق الوطني واحد دار انستا تاع كافرو ولا كذا. يعني الفارق الحقيقي بين المغرب وبين مصر، هل في فوارق ضخمه بما انه في لعيبه بتتكون بره كتير على مستوى كل القواعد الناشئين ووصلوا للجيل الثالث دلوقتي، ولا لما بيحصل الصدام ما بين الاثنين في مناسبات مختلفه انت بتحس ان الفرق مش كبير قوي
وتقدر تتغلب عليه لو عندك جوده في الكوتشنج تقدر تعوض. وهنا بتكلم على كيروش لما كان موجود وعلى ميكالي دلوقتي. ميكالي لا انا ما اروحش لفكره جوده الكوتش. ماشي. انا اروح لفكره ان المغرب شغاله صح بقالها عدد من السنوات الكتير. حلو. واحنا شغالين بنسبه كبيره غلط فيما يخص كمان القاعده. هنا الجاب بيوسع عمال يوسع. لما بتروح للدرجه الاولى انت في الاخر جايب محمد صلاح من ليفربول، جايب مرموش فرق، ما بتبقاش الفروق واضحه. مش منتخب المغرب الكبير هيدينا 5 أو 6. كل حاجه في كره وارده، لكن حلو. انا بقول لو لعبنا 5 6 مباريات مش هنخسر كده. لكن على المستوى الصغير لا احنا شغالين غلط، وقلنا مره واثنين وثلاثه واربعه يا جماعه مربط الفرس. والحاجه اللي هتعديك في حته ثانيه خالص ان انت تفتح باب الاحتراف من السن الصغير. وقلنا الكلام ده على اتحاد الكوره، حتى مهندس هاني ابو ريده بالقايمه طبعا مبروك، خلاص هم نجحوا بالتزكيه بس، وكل التوفيق. بس في حاجه كمان انا بشوف ان لازم يتحط بند ده حتى سيادي، حتى ده يبقى من الدوله. فكره ان اي لعيب يجي له عرض احتراف وهو تحت ال 18 سنه لازم يروح وتتحسب برولز معينه. واحد، انا كل نادي يطلع لاعب ناشئ احط له في القايمه الكبيره